السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي واحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا النهاردة هنعمل مع بعض شوربة عدس، او زي ما انتم شايفين كده حاجة كده لذيذة جدا ومفيدة جدا. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. اول حاجة بحط مثلا في الحلة حوالي نص الحلة مية، وبحط بصل توم قوطة، ولو عندك برضو جزر ممكن تحطيه، ده بيضيف برضو لطعم العدس وبيضيف للونه شوية. بسيبهم لحد كده، بستنى لحد ما بيتسلوا او المية بتغلي. اهو زي ما انتوا شايفين كده المية غليت، بروح نازله بحوالي ربع كيلو عدس، يعني تقريبا كان هو ده ربع كيلو بالظبط. وطبعا النار بتبقى هاديه عليه، وانا بقلب كده، بقلب عشان هو يتسلق في الخضار، باقي الخضار اللي انا حاطاه في اول الفيديو. بسيبه حوالي 10 دقايق كده لحد ما يتسلق معايا. يلا بقى يا قمر، لو انت بتشوفيني لاول مره يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا كده العدس اتسلق معايا، او ملاحظين ان هو لونه فتح شويه، لونه فتح شويه، وحبايه العدس نفسها هتلاقيها مهروسه، يبقى كده اتاكد ان هو كده استوى. بضربه هي ضربه واحده في الخلاط، مش اكتر من كده عشان ما يرغيش معايا قوي. وبعد كده بروح مشغله البوتاجاز عليه، وزي ما انتوا شايفين كده على نار وسط. بروح عامله له الطشه بتاعته، بحط معلقه سمنه وشويه شعريه، بروح محمره الشعريه برضو على نار هاديه زي ما انتوا شايفين، وبروح نازله عليها بالعدس. بعد كده بروح ضايفه مكعب مرق الدجاج عشان تبقى الشوربه بتاعتي مسكره. بروح حاطه شويه ملح، بهارات، فلفل اسمر، شويه شطه صغيره، شويه كمون. عايزه اقولك ان مجموعه التوابل دي بتخلي طعمه وبتخلي ريحته تحفه، بتقلب فعلا ريحه الشقه كلها. جربيه ومش هتندمي، هتلاقيه لذيذ ومفيد جدا. اه شايفين بجد كده حاجه تفتح النفس، اللهم بارك. يلا يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.